السلام عليكم على كل السكان الاصليين الحقيقيين الاو جيز. مبسوط ان الفيديو بتاع امبارح عجبكم قوي، الكومنتات الحلوه دي هاخد على كده، وده احسن كومنت كتب الفيديو اللي فات. فيلم مايكل جاكسون خارب الدنيا، جيت اروحه يعني احجز، فعشان انزل لكم الفيديو ده مش هلحق، بس عادي يعني عادي، مش متضايق. انتوا عندي اهم من اي فيلم، انتوا اهم من 100,000 مايكل جاكسون، انتوا السكان الاصليين لليوتيوب. الفيديو اللي قبل اللي فات رضوى الشربيني جابت 2 سابوا بعض قدام الجمهور، طلع في الاخر تمثيليه. الممثله اللي كانت معاكي استاذه ايمان، بعد اذنك قولي لنا ايه اللي دار معاكي في الحدث ده ومن تصويره. انا بس مش عارف هل ده مذيع ولا مباحث ولا ايه، بيكلمها كده ليه، والموضوع تم ازاي، اللي عاملين بيه الاستاذه رضوى الشربيني. يا نهار اللي عاملين بيه، هو الراجل بيتكلم كده ليه؟ اللي عاملين بيه استاذه رضوى الشربيني سين، هل ليكي اي سبقات اخرى في اي برنامج جيم؟ من كده قبل رمضان تقريبا حد صديق ليا كلمني وقال لي في برنامج زميلتي جايبه انا بس المخرج عمال يجيب في ايه بتاع مصور فيه. طب عباره عن ايه يا استاذ يا مخرج اطلع بالكاميرا انت بتصور في ايه؟ الميديا قال لي هنطلع ان احنا 2 مخطوبين. تمام، ونشغل الشغل بقى ونطلع ترند. انا عايز حوت يديني بديله على دماغي. انتي عايزاني اعيش معاها وانتي رافضه الموضوع وفي خلافات عن الموضوع ده وكده. قلت له تمام، مش هناخد 100 وجبه، تمام. واشترينا اكسسوارز وكده. اشترينا اكسسوارز، هتقول لي ايه هي؟ معرفش، اكيد مش اكسسوارز يعني، دي حاجه تانية، دهب صيني بس باسم تاني. طب يلا هنصور، يلا بينا. منك بتعملي ايه بالظبط؟ يعني مين اللي قال لك؟ مين اللي سمح لك؟ مين اللي قال لك ومين اللي ايه؟ فهميني بقى ايه اللي بيحصل. هو ده بيتكلم كده ليه؟ ده اللي في النص دي قاعده بتعمل ايه؟ محدش مهتم يا استاذ رضوى الشربيني، ما فريق الاعداد عندك ايه العسل ده؟ ايه الكوميديا دي؟ الفيلم بتاع مايكل جاكسون ابن اخوه هو اللي عامله، تيجي تقارن بتلاقي هو واخد حركاته بالملي. يعني انا مش عارف افرق مين هو مايكل ومين ابن اخوه. يعني انا بعتمد دلوقتي على الكواليتي. يعني ايه؟ احنا برضو عندنا في مصر فيلم اسمه الشيخ جاكسون، يعني حلو برضو. يا جدعان الحركات هي الشباب المصري في مصر اللي بيحبوا مايكل جاكسون، روح الفيلم كده عادي. فيلم الست احلى منه عامه، ما يفرقش حاجه، الاتنين لا يقلوا تاريخيا عن بعض. وعامه عملنا زيه برضو مسلسل سعاد حسني، كان احلى بكتير من مايكل جاكسون ده. تعتزلي يعني ايه يا سعاد؟ يعني اعتزل يا احمد خلاص. محمد رمضان هو احمد زكي يعني. تصدق يمشي مايكل جاكسون برضو. مش عايزه امثل تاني، ما بقتش حاسه ان انا في حاجه عايزه اديها تاني. ايه الكلام الفارغ ده؟ كل ده عشان الفيلم سقط يا سعاد. لو كل ممثل سقط له فيلم اعتزل مش هيبقى فيه ممثل في البلد. مش عايزه اشتغل تاني يا اخي. نحاول بنبرز الشخصيات المهمه، بس يعتابي على مخرج او بلاش سيبه في حال. انا فاهم الميزانيه والدنيا، بس مهندس الديكور، ايه الكافيه اللي بيبقى فيه حد يعني ده بيعمل ايه؟ ده بيشرب مناديل ليه؟ والله ما برخم، اقسم بالله انا محتاج اعرف بجد الراجل ده بيشرب مناديل ليه، وايه الكراسي اللي رايحه لحد. تاني حاجه الشادو اللي ورا الفنان احمد زكي، اللي هو احترت هل ده محمد رمضان ولا احمد زكي. الاشخاص فعلا بلندد مع بعض. تقدري تعيشي من غير ما تاكلي، من غير ما تشربي، من غير ما تتنفسي. يبقى ازاي هتعيشي من غير فن؟ يا سعاد انا وانت زي بعض، الحقيقه الوحيده في حياتنا هي شغلنا. يعني انت بس اعصابك تعبانه، ريحي لك يا ستي كام شهر لو عايزه، ان شاء الله سنه. المشكله ان محمد رمضان كان بيقلد احمد زكي وهو بيقلد السادات، وجايب لك منى زكي هي سعاد حسني، وانا اصلا كنت فاكر ان منى زكي هي حنان ترك. دماغي ممكن ادخل؟ مين ده؟ عبد الحليم حافظ. طب سمع. مدحت صالح عبد الحليم حافظ. لا انا ليا حق اسرق بجد. اسوره، احنا في زمن قديم. انا مش هسكت على المهزله دي. عبد الحليم حافظ في هو يا عيني بتاع الميك اب ما قدرش يبرز مدحت صالح عبد الحليم حافظ، فقال ايه؟ بصوا يا جماعه، اول ما يخش عبد الحليم حافظ كده والمشاهد وايه بالك؟ عبد الحليم لو كان فين بوي، ما هو مش معقول اللي مش عاجبك كفايه يا انسه منير؟ اسلوبك. عبد الحليم ما اكيد ما بيتكلمش كده في الحقيقه يعني. انك ما بقتش حليم اللي طالع في وسطنا.
بقيت واحد تاني ما نعرفوش. داميان جه عبد الحليم يقول لها أنجه جه، ما بتتعالجش غير في لندن، مع ان الدمرداش هنا، ما بتلبسش غير مستورد، مع ان الوكالة هنا، ما بتسهرش غير مع ناس اغنياء، مع ان الفقراء هنا. في كازينوهات مش لايقه عليك. على فكره انا مش براقبك ولا حاجه. ها مش بتراقبيني؟ ده انت ناقص تقولي مقاس بوكسر يا فندم. انا ليا واحد قريبي شغال هناك. خليه. مايكل جاكسون مات والناس بتقول انه اسلم والمفروض ندعي له بالرحمه. انا كل يوم مع اغانيه. خد ذنوب. بعد تشبيهها بمايكل جاكسون اسماء جلال ما تدونا هنت. طيب ما تاخدونيش كده في وشي، ما تدونيش الكرنج جرعه خام كده. بعد تشبيه بمايكل جاكسون اسماء جلال تصير جدل بمنشور عن فيلم مايكل جاكسون. الف مبروك، شكرا المصري اليوم. انا بجد مش عارف حياتي كانت هتمشي ازاي من غير الخبر ده. شكرا جدا لفريق الفنانه اسماء جلال والقائمين على هذا العمل، واحيي جدا المصري اليوم واداره الحمله الاعلانيه الممتازه دي للفيلم ده. البرين روت اقسم بالله اليوم السابع والمصري اليوم بقى البرين روت. الحاجات اللي هي كانت ايام زمان جورنال، حاجه ليها وقار كده، دلوقتي بقى برين روت. تاكل كده وتمسك ايباد تقعد تديه لطفل يقعد يخش على المصري يقعد يعمل كده، وابوه يخش يقول له يا ابني وريني يا ابني بتلعب روبلوكس، يلاقيه فتح المصري اليوم بيشوف اسماء جلال وهي عامله مايكل جاكسون. لا مش ده مش ده يا اسطى، مش الكينج، مش ده الكينج، ده دوكا محمد منير، ده مايكل ولا اسمر. تخيل مايكل جاكسون. جماعه من ساعه ما دخلت في مايكل جاكسون وفي حاجه انت يا اسطى ما تغزنيش. اولا عمال اسمع مايكل 24 ساعه، بعدين حركاته لبستني. اعتقد مش لوحدي، كل الناس كده يعني اصلا الناس خارجه من السينما كله خارج بظهره. انا ماشي في يعني يا اسطى احترم نفسك يا اسطى والنبي. يعني انا اخش مايكل جاكسون هتطلعني بظهري؟ عايز مني ايه بقى؟ ماشي بظهري يعني يا ابني عيب يا انت بتحب وانا فاهم، عيب اللي انت بتقوله ده. بعمل مون ووكر في الجيم، بعدين طول ما انا ماشي شكلي اهبل بقى جالي عتا، بس الفيلم فشل. هو لا ما جالكش، ما اعتقدش انه جالك. بيلتن اهلك فاكرين ان في زلزال، انت عمال تعمل حركات مايكل جاكسون قبل ما تروح السينما. هو في يا جدعان؟ هو كله ملبوس. يا جدعان انا عايز اروح الفيلم ده يا رجاله، مش يلا ولا ايه؟ يا مسهل الحال يا رب. هتشبهولي بمين دلوقتي؟ يعرض المتحف الميداني شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تمثالا مصريا بملامح وجه يشبه أيقونة البوب الراحل مايكل أبوب. طلع الدنيا. وقد دفع هذا البعض، يعني معلش هو مايكل جاكسون كان أيام الفراعنة يعني، غالبا مايكل جاكسون يطلع أبويا بقى في الآخر وماله. يلا بقى يلا. هو فعليا شبهه. بس هي الفكرة إن يعني هو بيشبه مايكل جاكسون بعد ما مايكل جاكسون عمل كذا عملية تجميل. يعني لو جبنا صورة مايكل جاكسون لما اتولد مش هيطلع شبه التمثال. احنا الاصل يا ابني يا افهم. هو ممكن يكون اللي مقلد. عايزين تخشوا فيلم ايه؟ دول عايزين يخشوا الدادا دودي. ازاي تخلي الميكروباص يقف لك في 3 ثواني بس؟ اول حاجه لازم صوتك يبقى عالي، تاني حاجه هتشاور له بايدك، تالت حاجه لما يقرب لك هتقول له ميكروباص ميكروباص، هيقف لك على ايه اللي هيقف على اعرفي انت عايز تشتغلي ايه، اشتغلي حاجه انت بتحبيها. ماشي. انا بجد انا بحب المقالب، ومش بس مقالب اللي هو كده، انا بحب المقالب اللي هي بتاعت مقالب البومبا دي، مثلا لو حد يقعد على كرسي يعمل كده فالناس تبص له وانت كده مثلا. انا بحب كده. فانا لو عملت مثلا اشتغلت في جامد والله. حلو، عايزين منه ده. شفت تحويل حبيبه رضا للمحاكمه؟ ليه ما شفتش؟ تعالى يا عم وتوريني ليه. ما ربنا يسترها عليها. جهاز التحقيق امر بتحويل البلوجر حبيبه رضا للمحاكمه، وده بتهمه نشر محتوى وفيديوهات خادشه للحياه على موقع التواصل الاجتماعي. طب وزينة بيزد قلب يعني ايه؟ عاملين خيرات الدنيا كلها امك. طبعا جبنه بالتضحيه على عيش. يا سلام. الله الحمد لله يا ابني، بركه. يا كلوا انتوا المحمر والمشمر، انا معدتي بتتعب، انا بغمز ماشي على نظام الطيبات يا ابني. تقدر تقول على بابا وماما بيطلعوا اللقمه من بقنا وياكلوها هم. انا اسف. على المين كاركتر يا جماعه. انا عندي فوبيا من اي حد
في سينما في ايفنت بيبقى مين كاركتر يقوم الشخصيه الرئيسيه. لا لا لا، ببقى عايز امشي. لا لا لا، ما اقدرش. الحمد لله اني ما رحتش. ايه يا حبيبي؟ يقول لك فيلم مايكل حلو، قول له اركب. طب يا حبيبي حاضر. هي دي بس كده يا عم مصطفى، الحته دي كسره جت هنا بس هي دي بس خير. كان بقيه العربيه ما فيهاش اي حاجه. يا جدع ده خد دي كمان يا عم مصطفى، لسه جايه طازه. ما تسيبك من العاجز ده ايه يا ابني ايه ما تسيبك من العاجز ده وتيجي تركب معاه العربيه. ما تحترم نفسك بدل ما تقوم ايه بس. اقعد يا ابني. بس كده يا جماعه، اكون مبسوط الفيديو ده معاكم سريع خفيف، ما حدش يطلب مني دقايق زياده. انت ايه يالا البجاحه ايه ده فيديو كل يوم وعايز ايه ده؟ اللي وصل للدقيقه دي يكتب لي في الكومنتات رقم 1 بس، عشان عايز اتاكد من حاجه كده معاكم كده. عايز اعرف مين معانا ومين علينا. وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم ازاي هستضيف كل مره حد منكم يعمل معايا رياكت. يلا يا عم اتبسط.